دايما كان عندي حلم اني امتلك كرفان وسافر فيه حول العالم. بس بعد ما فكرت شوي سألت حالي ليش اشتري كرفان جاهز؟ ليش ما اشتري فان عادي وحوله بإيدي لكرفان ويصير بيتي وأنا بطريق السفر؟ من هالفكرة بلشت الرحلة. دورت على سيارة بالمزاد وقررت اني اشتريها واخذ الخطورة باني اعمرها بايدي بدون اي خبرة سابقة. بهالفيديو حتشوفوا كيف اشتريت الكرفان وعمرته وكيف صار شكله بالنهاية. يلا حتكونوا معي كل الطريق من وقت ما نروح نجيب السيارة لحتى ما نشوف السيارة ولحتى ما نعرف انه السيارة منيحة ولا لا. حاس حالي شاري هدية بصندوق ما بعرف اذا منيحة ولا لا. خلينا نشوف متحمس شوي، متحمس اكثر للسفرات اللي حنطلعها سوا. عاد 3-2 وصلنا ل 80,000 كرون وبعتقد انه رسي المزاد علي. مزاد الحمد لله رسي علي. شفت السيارة شيكت عليها من تحت من فوق، صدى ما صدى امورها تمام، بس يعني حسيت انه ممكن تكون السيارة منيحة فاخذت الخطورة واشتريت السيارة الحمد لله. بس كمان بدي اخذها على ميكانيكي يشيك عليها كل شيء، لانه بدي اطلع رحلات طويلة مثل ما بتعرفوا، بدنا نطلع على بلاد كثير فلازم تكون السيارة منيحة. فادعوا لي انه تكون السيارة منيحة كل شيء تمام فيها، ما في اخطاء، او حتى لو في اخطاء ما تكون من الاخطاء الكبيرة. اللي عملته لحد الان كان في هون اذا شفتوا كان في مثل اسانسير بينزل وبيطلع، فشلت هذاك. الخطوة اللي بدي اعملها هلا فبدي اشيل السجاد، حط سجاد غيره نظيف واحلى وجديد يكون، وبعدين بدنا نرجع الالواح لمحلها، لانه اذا ما في عزل وراها بدي اعمل لها عزل، بس مو هون بالنرويج لانه غالي شوي العزل هون. يعني طلعت بكلفني تقريبا فوق ال 1500 دولار بس للعزل، فبغير بلاد ممكن حصله ب 200-300 دولار. طلعت اول حيط لبرا، هذا هو المنظر كان بقلب الحيط. كان فيه عازل بقلب حيطان السيارة، بس هذا العازل مش عازل للسيارة، يعني مش لكامبينج كار، اكتر عازل للبيوت. فبعتقد اذا الواحد يعني اذا عملنا دوش هون بعدين صار في بخار من الدوش كذا ويفوت على العازل لجوا، فممكن يعمل فطريات. فبدي احاول اني شوف اعمل بحث عن هالشيء وشوف اذا هذا العازل ممكن يضل مثل ما هو، او انه لازم نجيب عازل خصوصي للكامبينج للفانات، بيجي يعني معزول كمان حتى لو دخل مطر، حتى لو دخل كل هالاشياء. هي الشيء اللي حبعمله هلا، حبشيل كمان السقف وباقي الحيطان طلعهم لبرا لحتى اني اشيل السجاد يلي عليهم. فبس شيل السجاد يلي عليهم مثل ما طلعت هذا السجاد يلي عليهم حينشال. الحيطان مبينة جديدة فحبرجع بستخدمها نفسها، وبس حغير السجاد اللي عليها وحبلش اني ابني. فالخطة كالتالي هلا اني كمل مثل ما شلت هذاك، شيل البقايا وبعدين شيل السجاد من عليهم وارجع حطهم محلهم. فخليني كمل بهالشي. حبايب قلبي اليوم الشغل علينا كتير. كان في للابواب شيء الكتروني بيفتح الابواب، كانوا مركبين على الجنب، بس شلتهم فبطل الباب يسكر. فجبت القطع يلي بدي اياها مشان الباب يسكر. قطع مثل هدول بيتركبوا هون، فهلا بدي اركبهم مشان ما ضلني رابط الباب بحبله.
عم بفتله بالعكس صار لي ساعة. المشكلة حتى أول ما فكيت وكمان كنت عم فك بالعكس، كنت عم شد بدك لا يا زلمة نظام ليك ها عم يشد هلا شد. أنا وقت اللي اشتريتهم فعلى النت كان مكتوب يمين ويسار، بس شكلهم إلي نفس الشيء ما في فرق. بس هلا بما إني ركبت أول واحد راح نجرب نسكر الباب ونشوف إذا أموره تمام ولا لا. بسم الله. بدي لاقي طريقة لحتى أحط التخت، وقدام التخت حيكون في صوفايتين، وحدة هون ووحدة هنيك. فاليوم يعني مباري قضيت اليوم كلياته عم فكر كيف بدي احط التخت وكيف بدي اسوي الصوفايات. فخطرت ببالي فكرة، جبت هدول من ايكيا جاهزين، وهدول حلاوتهم انه بيتطولوا بيتقصروا على كيفي وبيعدوا بيرفكت ب هالجوار هدول، وبيتحملوا ضغط كتير. فبعتقد هدول يعني هن مصممين للتخت، فحبحط منهم وبيبقى علي الجزء يلي بدي جره لورا. فعم فكر هنيك حط الصوفايات وينجر الجزء يلي حيتطول تحت فيه على الصوفايات. الشرح كتير والكلمات كتيرة بس حتى أنا ملخبط، فخلينا نشوف سوا بعدين كيف حينتهي الشغل وكيف حتصير، إذا حتزبط ولا لا. فخلينا نبدأ شغل. انا رايح ارجع. طلع مش هيتعمل. وهون كنت عم فك الحيطان ولبس السقف سجاد بهالوقت يلي كنت عم بستنى فيه العزل يصلني من ألمانيا. وهون عم جهز لحتى حط العزل بعد ما وصلني بعد كم يوم وأخيرا من ألمانيا.
فكان لازم اني اعزل السيارة بالكامل لحتى تحميني من الشوب والبرد قبل ما اثبت شي فيها. حطيت عزل بكل مكان، يعني حتى جوا هون حاولت حط عزل لحتى ما يصير يعني برد او شوب لجوا، بيكون عازل. هلا للارضيه تحت التخت جبت من هذا البلاستيك مثل الدواليب الجوانيه تبع السياره، فجبت منه لحتى الزقه بالارضيه. هو حيكون عباره عن كراج، يعني تحت التخت ححط الاغراض يلي مو شايفها الواحد او مثل مخزن، بس لحتى وانا عم سوق ما يضلوا يروحوا يمين وشمال، فهاي على الارضيه بتخليهم يثبتوا شوي على الارضيه، بنفس الوقت يعني شكلها حلو احلى من الخشب يلي موجود من تحت. فهلا بدي الزقها للارضيه. وهلأ بعد ما خلصنا من الأرضية صار وقت إني أفتح فتحة بالسقف للتهوية والضوء. جبت هالشباك يلي كلفني تقريبا شي 150-160 دولار، وكان بده بس إني أفتح له هالفتحة ولزقه بتلزيق خاص للسيارة. وهون بعد ما حطيت التلزيق وطبقته صار بده بس شوية وقت للتنشيف قبل ما سوق، وهيك صار جاهز. بعدها صار الوقت اني شيك على السيارة ميكانيكيا، وطلع بدها غيار قطعة لانها كانت تعبانة، بس منيح ما كلفتني كتير، ومنيح اني اكتشفت هالقصة قبل ما اسافر مشان ما تلبكني على السفر. وهون بعد ما غيرت القطعة وخلصت من العزل والشباك واني شيك على السيارة ميكانيكيا، انتقلت لاني اشتغل بالصوفايات التخت والمطبخ. هون رحت على مكان بيبيعوا فيه الخشب لحتى اجيب القطعة المناسبة للمطبخ والصوفايات والتخت. فصلت قاعدة لخزان المي اللي حيكون تحت المطبخ وسعته 70 لتر.
على اول خطوه بعد ما عزلنا السياره وحطينا الارضيه والحيطان، حنبلش بالتخت. التخت عملته بطريقه اني جبت قواعد من ايكيا تبع تخت، وبيتكبروا وبيتصغروا هدول القواعد، فجبت منهم. وكان عندي بالفان من قبل في هدول الجور، يعني هن اساسات السياره فبيحملوا وزن. فالشيء اللي عملته جبت هدول القواعد جاهزين من الايكيا وفردتهم على قياس السياره بالعرض، ومن بعدها ركبت عليهم خشب يلي بيحمل التخت. وكمان حطيت هون من تحت قواعد للطاوله يلي حتصير من الطرف الثاني. هلا بعدين بورجيكم اياها. فهلا بدنا نركب التخت. بهالطريقة منيح. يلي مفك وتركب معي من بعد ما ركبته أول مرة، لأنه توقعت إنه يعذبني كثير. هي راكبة وهي راكبة وهي راكبة، وهدول كمان ركبوا، فصار عندنا تخت بيحمل وزن كمان. هلا بدي أرجع أركب هاي. بس أول خطوة خلصناها بإنه التخت ركب معنا. الخطوة الثانية حتكون اني احط الصوفايات، بس قبل ما احط الصوفايات في حيط هون لازم ركبه، فيلا نركبه. اوبا، هذا هو الحيط يلي حركبه. جبت دفة خشب مثل ما هي وقصيتها بهالشكل هذا بحيث انه تركب طبق لزق عندي هون. بنفس الوقت شايفين هون هدول قواعد للباب يلي عملته بالنص هون، فهون عملت مثل باب مشان احسن ادخل على الكراج او جيب اغراض من جوا، ماني مضطر اطلع لبرا. فهلا حسبته بالتخت ونرجع بعدين نعمل الصوفايات. يلا. هي الصوفايات اللي عملتهم يلي حطهم قدام التخت. عملتهم بطريقة انه هذا الخشبة يلي فوق الصوفاية حبيمشي عليها التخت، يعني التخت عندي سنجل صغير ففيني كبره بطريقة اني امشي التخت عليها لهالخشبة هيك. وبنفس الوقت فيني اعمل هالمكان هذا للبراد او لاشياء ثانيه فيني احطها هون وبالصوفايات الثانيه. فحتى هون يعني عملته بطريقه انه يكون شوي مناسب مع باقي الفان، مع باقي السياره بالديكور. بس يعني اشتغل. الشيء اللي عملته مشي حاله. هلا حفوت ثبت هدول بالارضيه، وبعدين بدي ثبت المطبخ. حروح اجيب الثانية ونفوت نثبتهم سوا. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. لا تنسوا تشاركوني برأيكم، تشتركوا بالقناة لتصلكم الفيديوهات الجاية. سلام.